نواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رد به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه خروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر خروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله. نواقض الإسلام لإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمنه الذبح لغير الله ومن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر إجماعا.
الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حدي وأن حكم غيره أحسن من حكمي كالذين يفضلون حكم التواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع ومنه الصرف والعطف ومن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جامع هذه النواكد بين الهاذل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا وينبغي للمسلمين أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات على غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله. نواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10 الأول الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم التواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنه كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع
السر ومنه الصرف والأطف من فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواتج بين الهاذل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا وينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله. نواكل الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم أن من أعظم نواكل الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء منه الذبح لغير الله كمن يسبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن أكمل من حديث أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ولو أمر به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف وعطف ومن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى ومن يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين فمن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يساء الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع خضير خروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به والدليل قوله تعالى فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواكد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. تمت بحمد الله. نواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الكافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط ما استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. السحر منه الصرف والأتف فله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من يعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه رجاء شريعة صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر رجاء شريعة موسى عليه السلام فكافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعلم به. ودليل قوله تعالى عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا فرق في جميع هذه النواكد بين الهادر والجاد والخائف إلا المكره فكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله.
نواقض الإسلام إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله، ومن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حديث، أو أن حكم غير أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغية على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع الصرف ومنه الصرف والأصل، فمن فله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تهم على مسلمين. والدليل قوله تعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يساء خروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق في الحاذر والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، وينبغي للمسلمين أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبة غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت بحمد الله. القواعد الأربع لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا اذنب استغفر، فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصين والإنس إلا ليعبدون. وإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها،
وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقعد ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء إن الله يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدهم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافع مكرم بالشفاعة المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والقمر قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى: ويعبدون من دون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واكد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى هنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. تمت بحمد الله. القواعد الأربع لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده له الدين مخلصا له الدين وبذلك أمر الله لجميع الناس وخلقهم لها كما قال إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا طهارة. فإذا دخل الشرك إذا خالط العبادة فسدت كالحدث إذا كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلى وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل ألا يعلم في السماوات سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق والشفاعة ليس لي بحق والشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة ما هي التي تطلب من الله، والشافع مكرما بالشفاعة وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى:
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ودليل الصالحين قوله تعالى قول ما ليس لي بحق ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واكد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن هدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أقلد شركا من الأولين لأن الأولين مشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم تم بحمد الله.
علامة الاسم جاء الرجل. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. زيد كالبدر. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الكاف كاف الخطاب مبني. الكاف حرف جر. البدر مجرور بالكاف وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق معذور وجوبا تقدير كائن أو مستقر في محل رفع خبر المبتدأ. علامة الفعل قد قام زيد. قد للتحقيق يقوم فعل المضارع لأنه الاسم المفرد. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. سيقوم زيد. السين الاستقبال يقوم فعل المضارع المرفوع لتجريه للناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. علامة الرفع جاء الرجال والأسارة. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير. الواو واو العطف. أسارة معطوفا على الرجال المعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف من ظهورها التعذر. يضرب زيد. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. علامة النصب رأيت زيدا والفتى والقاضية. رأيت فعل ماضي مبني على فتح مقدرة من ظهورها كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير منصوب وعلامة نصبه فتى ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. والفتى الواو والعطف. الفتى معطوف على زيد معطوف على منصوب وعلامة نصبه فتى مقدرة على الألف من ظهور التعذر. الواو والعطف فتى مقدرة على الياء من ظهور الثقل. لن يفعل. لن حرف نفي ونسب واستقبال. يفعل فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نسبه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. الألف والألف الاثنين ونية السكون في محل رفع فاعل. علامة الجر مررت بأبيك وأخيك. مررت أصله مرة فعل الماضي مبني على فتح مقدرة من ظهورها كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير ماضي متصل مبني على الضمير في محل رفع فاعل. الباء بحرف جر. أبيك أبي مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن السكون عن الفتح لأنه من الأفعال من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الواو واو العطف. أخي معطوف على أبي والمعطوف على المجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. مررت بالزيدين. مررت فعل الماضي مبني على فتح مقدرة من ظهورها كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير ماضي متصل مبني على الضمير في محل رفع فاعل. الباء بحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الزيدين مجرور بالباء وعلامة جر الياء نيابة عن السكون لأنه جمع المذكر السالم. النون يعلن عن التنوين في الاسم المفرد. لم تضرب. لم حرف نفي وجزم وقلب. تضربا فعل المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يرمي زيد. لام حرف نفي وجزم وقلب. يرمي فعل المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حرف العلة وهي الياء نيابة عن السكون لأنه الفعل المضارع المعتل الآخر ولم يتصل بآخر شيء. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. النواسب يعجبني أن تضرب. يعجب فعل المضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. النون الوقاية الياء ياء المتكلم ونية السكون في محل نصب مفعول به. أن حرف نصب ومصدريا. تضرب فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه ظاهرة في آخره لأنه هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وفاعل ضمير مسلم وجملة تقدير أنت. فالجملة أن ما بعدها في تأويل المصدر تقدير يعجبني ضربك في محل رفع فاعل مؤخر. أقبل فأحسن إليك. أقبل فعل الأمر مبني على السكون في محل جزم. وفاعل ضمير مسلم وجملة تقدير أنت. الفاء فاء الجواب. أحسن فعل المضارع منصوب لأن المضمرة وجوبا بعد فعل الجواب الواقع بعد الأمر وعلامة نصبه النصب في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وفاعل ضمير مسلم وجملة تقدير أنا. أحسن إلى حرف جر مبني على الفتح مبني على السكون في محل جر. الكاف كاف الخطاب مبني الكاف كاف الخطاب مجرور بإله وعلامة جر فتحة ظاهرة في آخر لأنه الكاف كاف الخطاب مجرور بإله.
مجرور بإلى وعلامة الجر الجر متعلق في بأحسن. محل جر. الجوازم ألما أحسن إليك. حرف همزة الاستفهام. لما حرف نفي وجزم وقلب. أحسن أحسن فعل الأمر مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع الصحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. إليك إلى حرف جر مبني على السكون في لا محل له من الإعراب. الكاف كاف الخطاب. ما تفعل أفعل. ما حرف شرط اسم شرط يجزم الفعلين في محل رفع مبني على الفتح مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تفعل فعل المضارع مجزوم بما وعلامة فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع الصحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت. الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الواو واو العطف. أفعل جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع الصحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. قام الزيدان. قام فعل الماضي مبني لا محل له من الإعراب. الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ألف نيابة عن الضم لأنه التثنية. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يقوم الرجال. يقوم فعل المضارع مرفوع لتجرد الناس والجزم علامة رفعه لما ظهرت في آخر لأنه في المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه لما ظهرت في آخر لأنه جمع التكسير. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. يضرب زيد. يضرب فعل المضارع للمجهول مرفوع فعل المضارع للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. زيد فاعل مرفوع نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة. ضربت فعل الماضي للمجهول مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تم ضمير بارد متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. باب المبتدأ والخبر. أنا قائم. أنا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قائم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. زيد في الدار. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. داري مجرور بفي وعلامة جره كسرة آخر لأنه الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن ومستكن في محل رفع خبر المبتدأ. كان وأخواتها. أمسى زيد غنيا. أمسى فعل الماضي ناقص يرفع الاسم وينصب. زيد اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. غنيا خبر أمسى منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة ما فتحة مقدرة على الألف من ظهور التعذر. يكون زيد قائما. يكون من متصرفات كان فعل المضارع الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. إن وأخواتها. بلغني أن زيد. بلغ فعل الماضي مبني فتقايتي. الياء ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بلغني أن حرف نصب. أن تنصب الاسم وترفع الخبر. نصب وتوكيد ومصدري. حرف نصب وتوكيد ومصدري. حرف نصب أن حرف نصب ومصدري. حرف نصب وتوكيد ومصدري. أن زيدا اسم أن منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. منطلق خبر أن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. ظننت وأخواتها. ظننت زيدا قائما. ظننت فعل الماضي مبني على فتح مقدر من ظهورها كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضمير في محل رفع فاعل. ظننت زيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. منطلقا مفعول الثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. حسبت الحبيب قادما.
حسبت فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة من مجرورها كراهة طوال 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. حسبت الحبيبة مفعول به مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. حبيبة قادما. قادما مفعول الثاني منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب النعت. جاء رجل عاقل. جاء في المال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه فتاة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. عاقل صفة لرجل وصفة للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه فتاة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب العطف. جاء زيد وعمر. جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه فتاة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. الواو والعطف. عمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه فتاة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. رأيت زيدا وعمرا. رأيت في الماضي مبني على الفتح مقدرة مرموزة كراهة طوال 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الواو والعطف. عمرا معطوف على زيد والمعطوف على منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب التوكيد. جاء القوم كلهم. جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. كله توكيد للقوم وتوكيد للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. لأنه الاسم المفرد وهو مضاف. هم ضمير بارد متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. باب البدن. إن تصلي تسجد لله يرحمك. إن حرف نفي ونسب واستقبال. تصلي في المضارع فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء نيابة عن السكون لأنه الفعل المضارع المعتل الآخر لم يتصل بآخره شيء. تسجد. إن تصلي تسجد جواب شرط توكيد لتصلي وتوكيد مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. إن تصلي تسجد. اللام لي حرف جر. الله لفظ الجلالة مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. يرحم جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. باب المفعول به. ضرب زيدا. ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيدا فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره جوازا تقديره هو. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب المصدر. جلست قعودا. جلست فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة من ذريها كراهة طوال 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قعودا مصدر مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب الظرف الزماني وظرف المكان. صمت اليوم. صمت فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة من ذريها كراهة طوال 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. اليوم ظرف الزمان منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. جلست أمام الشيخ. جلست فعل الماضي مبني على الفتح المقدرة من ذريها كراهة طوال 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أمام مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. أو ظرف الشيخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة. باب الحل. جاء زيد راكبا. جاء في الماضي مبني لا محل من إعرابه. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. جاء زيد راكبا حال لزيد وحال منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب التمييز. تفكأ بكر سحما. تفكأ في المضارع في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بكر فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. شحما تمييز منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب الاستثناء. قام القوم إلا زيدا.
قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد إلا أداة الاستثناء زيدا من مستثنى بإلا منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. ما قام إلا زيد. ما للنفي قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة الاستثناء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب لا لا رجل في الدار. لا لنفي الجنس ترى رجل اسم لا منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. في حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب. الدار مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائن أو مستكن في محل رفع خبر لا. باب المنادى. يا رجل. يا حرف النداء رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى. يا رجل. يا حرف النداء رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. يا طالعا جبلا. يا حرف النداء طالعا منادى منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الفعل جبلا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب المفعول لأجله. قام زيد إجلالا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب المفعول لأجله. قام زيد إجلالا لعمر. قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. إجلالا ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. اللام لحرف جر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. عمرو مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب المفعول لمعه. استوى الماء والخشبة. استوى في الماء مبني على الفتح مقدرة من ظهورها كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الواو واو المعية. الخشبة استوى في الماء مبني على الفتح مقدرة من ظهورها كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الواو واو المعية. الخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة مفعول معه منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الاسم المفرد. باب مخفوضات الأسماء. توفي المال ومني على فتح مقدرة من مزورها كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواردة. التاء ضمير بارد متصل ومبني على الضم في محل رفع فاعل. على حرف جر ومبني على السكون لا محل له من إعراب. الفرسي مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الجر في محل رفع فاعل. على حرف جر ومبني على السكون لا محل له من إعراب. الفرسي مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق بركبته. هذا الهاء للاستفهام. ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ثوب خبر المبتدأ مرفوع. ثوب مبتدأ مرفوع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد وهو مضاف. خزن مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. تم بحمد الله. لأنه الاسم المفرد وهو مضاف. خزن مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. تم بحمد الله. علامات الاسم. جاء زيد. جاء فعل الماضي مبني على فتح محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه متضارب بآخره لأنه مال لزيد. المال فاعل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه متضارب بآخره لأنه الاسم. اللام حرف جر. زيد مجرور باللام وعلامة جره كسرة ضارب بآخره لأنه الاسم. الجار والمجرور متعلق محذوف. الجار والمجرور متعلق محذوف وجوبا تقديره كائن سكين في محل رفع خبر مبتدأ. علامات الفعل. قد قامت الصلاة. قد للتقريب. قام فعل الماضي مبني على فتح محل من الإعراب. التاء تاء التأنيث الساكنة وحركة الالتقاء ساكنين. الصلاة
الصلاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم. سيقوم زيد. السين الاستقبالي يقوم فعل مضارع مرفوع عن الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأن الفعل المضارع الذي لم يتصل آخر شيء وفاعل زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم. علامات الرفع: جاء الرجال والأسارى. جاء فعل ماضي مبني على فتح محل له من الإعراب. الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أنه جمع التكسير. الواو والعطف. الأسارى معطوف على الرجال والمعطوف على المرفوع ظهور التعذر. يضرب زيد. يضرب فعل مضارع مرفوع يدع الناس والجازم وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره أن فعل المضارع الذي لم يتصل آخر شيء. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أنه الاسم مفرد. علامات النصب: لن أضرب. لن حرف نفي ونسب واستقبال تنصب الفعل المضارع. يضرب فعل مضارع منصوب لن وعلامة نصب فتحة ظاهرة بآخر أن فعل المضارع الذي لم تصل بآخر شيء. لن تفعلوا. لن حرف نفي ونسب واستقبال تنصب الفعل المضارع. يفعل تفعل فعل مضارع مرفوع لتجرع الناس والجازم مني رفعه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة. الواو والجماعة مبنية سكون محل رفع فاعل. علامات الجر: مررت بالرجال والأسارى والهنود. مررت فعل الماضي مررت فعل الماضي مني على فتحة مقدر من عند ذكرته على المتكلم فيما هو كالوحدة. التاء ضمير بارز متصل مني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر. الرجال مجرور بالباء وعلى جر كسر ظاهرة بآخر لأنه جمع التكسير. الواو العطف. الأسارة معطوف على الرجال والمعطوف على المجرور مجرور علامة جره على جر كسرة مقدرة على الألف من عند التعذر. الواو العطف. الهنود معطوف على الأسارة والمعطوف على المرفوع على المجرور مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير. مررت فعل الماضي مبني على فتح مقدر من عند ذكرته على المتكلم فيما هو كالوحدة. التاء ضمير متصل مني على ضمير محل رفع فاعل. الباء حرف جر. زيد مجرور بالباء وعلامة جر كسر ظاهرة بآخر لأنه الاسم مفرد. علامات الجزم: لم يضرب زيد. لم حرف نفي وجزم وقلب تجزيم الفعل المضارع. يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف وعلامة جزمه السكون أنه الفعل المضارع الذي لم يتصل آخره شيء. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأنه الاسم. لم يدع زيد. لن حرف نفي وجزم وقلب تجزيم الفعل المضارع. يدع فعل مضارع مجزوما بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو نيابة عن السكون أنه فعل مضارع معتل آخره ولم يتصل آخر شيء. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأنه الاسم. النواصب: إذا أكرمك. إذن حرف جواب وجزاء ونسب. أكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم فرد. وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الكاف كاف الخطاب من يعرف فتح محل نصب مفعول به. أسلم حتى تدخل الجنة. أسلم فعل الأمر مبني على السكون محل جزم. حتى حرف للتعليل. تدخل فعل مضارع منصوب حتى وعلامة نصبه فتحة ظاهرة بآخر لأن في المضارع الذي لم تسبق آخر شيء. وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الجنة مفعول به منصوب علامة نصب ظاهر بآخر إن في المضارع الذي لم تسبق آخر شيء. الجوازم: لا تخف. اللام للنهي. تخف فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزمه سكون أن في المضارع الذي لم تسبق آخر شيء. وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لم يضرب زيد. لم حرف نفي وجزم وقلب تجزيم الفعل مضارع. يضرب فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه علامة جزمه سكون لأن في المضارع الذي لم تسبق آخر شيء. زيد فاعل مرفوع وعلى رفع ظاهرة بآخر لأن الاسم فرد. باب الفاعل: قام الرجال.
قام فعل الماضي من يعرف المحل من الرابع الرجال فاعل مرفوع ولم ترفع علامة ظاهرة بآخر لأنه جمع التكسير. قام أخوك. قام فعل الماضي من يعرف الفتح إلى محل من الرابع أخو فاعل مرفوع ولم ترفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة مضافا. الكاف كاف رقم 8 الفتح في محل جر مضاف إليه. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. أكرم عمرو. أكرم فعل ماد للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع زيد ونائب عمرو ونائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأن أسفر. ضرب زيد. ضرب فعل ماد للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد ونائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأن أسفر. باب المبتدأ والخبر. نحن قائمون. أنا قائم. أنا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قائم خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأن الاسم. هو قائم. هو ضمير بارز متصل مبني على السكون مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. قائم خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأن الاسم. كان وأخواتها. بات زيد ساحرا. بات حرف فعل ماض ناقص بات فعل ماض ناقص يرفع اسم خبره. زيد اسم بات مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأن الاسم. سحرا خبر بات منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة بآخر لأنه الاسم. أصبح البرد شديدا. أصبح فعل ماض ناقص يرفع اسم خبره. البرح اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأنه الاسم. شديدا خبر أصبح مرفوع منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة بآخر لأنه الاسم. إن وأخواتها. إن زيدا قائم. إن حرف نسب وتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسم إن منصوب وعلامة قائم خبر إن منصوب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأنه الاسم. لعل زيدا هالك. لعل حرف نسب وترج تنصب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسم لعل مرفوع اسم لعل لأنه الاسم المفرد. هالك خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأنه الاسم. ظننت وأخواتها. وجدت العلم نافعا. جعلت فعل ماض مبني على فتح مقدر من عند القراءة أو متكلم فيما هو روح حتى ضمير بار تسمى ضمير رب فاعل. العلم مفعول به مفعول الأول منصوب على نصب فتحة وضارب آخر لأنه صرد. نافع مفعول الثاني منصوب على نصب ظاهرة بآخر لأنه صرد. حسبت الحبيب قادما. حسبت فعل ماضي مبني على فتح مقدر في الماضي من يعرف تقدم من عند القراءة أدب المتكلم فيما هو روح التاء ضمير بار متصل مفعول الأول منصوب على نصب فتحة ظاهرة بآخر لأنه صرد. قادما مفعول ثاني منصوب على نصب فتح ظاهرة بآخر لأنه الصرد. باب النعت. رأيت رجلا عاقلا. رأيت فعل ماضي مبني على فتحة مقدر من عند القراءة وعلى المتحرك فيما هو روح التاء ضمير بار متصل مبني على ضمير محل رب فاعل. الرجال رجلا مفعول به منصوب على نصب فتحة ظاهرة بآخر لأنه الصرد. عاقلا صفة لرجل وصفة للمرفوع منصوب على نصب فتحة ظاهرة بآخر لأنه الصرد. جاء رجل عاقل. جاء فعل ماضي من عرفته الرابع الرجل فاعل مرفوع وعلى ظاهرة وعلامة رفعه ظاهرة بآخر لأنه الصرد. باب العطف. جاء زيد أو عمرو. جاء فعل ماضي من عرفته الرابع زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة بآخر لأنه الصرد. أو حرف عطف عمرو فاعل عمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة في آخرها لأنه الصرد.
جاء زيد أم عمرو. جاء فعل الماضي مبني على فتح محل من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأن فرده. عم حرف عطف هي أن فرده. باب التوكيد. جاء زيد عينه. جاء فعل الماضي مبني على فتح محل من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة بآخر لأنه فرده. عين توكيد لزيد وتوكيد لمرفوع مرفوع ولا ترفع ضمة ظاهرة بآخر لأنه فرده وهو ضاف. الهاء ضمير بارد متصل ونيا ضمير في محل جر مضاف إليه. جاء القوم أجمعوا. جاء فعل الماضي من على فتح المعراب القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة فآخر لأن الفرد. أجمعون توكيد لزيد القوم توكيد للقوم وتوكيد لمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الياء نيابة عن الضم لأنه ملحق بجميع المذكر السالم. باب البدل. نفعني زيد علمه. نفع فعل الماضي منيع على فتح محل المعراب النون لقاء الياء المتقدم منيع لسكن بمحل نسب مفعول به مقدم. زيد فاعل مرفوع ولا ضرب عنه فعل متضارب آخر لأنه نصف علمه بدر من زيد والبدر من المرفوع مرفوع وعلامة رفعه في عدم الضارب آخر لأنه الاسم وهو مضاف. الهاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. باب المفعول به. ركبت الفرس. ركبت فعل ماض مبني على فتح مقدر من ظهورها كراهة طوال 4 متحركات ميم هو كرب الواحد. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف من ظهورها التعذر. ضربك. ضرب فعل ماض مبني على فتح محله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الكاف كاف الخطاب مبني على الكسر بمحل نصب مفعول به. باب المصدر. جلست قعودا. جلست فعل الماضي مبني على فتح مقدر من عند قراءة على 4 متحركات فيما هو كالقدر واحد. التاء ضمير بارد متصل مبني على الضمير على رفع فاعل. قعودا مفعول ظاهرة بآخر لأن فرد. باب ظرف الزمان وظرف المكان. أجيئك غدا. أجيء فعل الماضي مبني على فتح محل له من الإعراب وفعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنا. الكاف كاف الخطاب مبني على فتح محل نصب مفعول به. غدا مفعول فيه منصوب وعلامة نصب ظاهر آخر لأنه صرد. أو ظرف زمان منصوب علامة نصب فتح من ظاهر آخر لأنه الإسفرد. جلست تحت السقف. جلست فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهور قراءة وعلى المتحركات فيما هو كالقدر واحد. التاء ضمير بارد متصل من يرضى من رفع فاعل. جلست تحت في مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. أو ظرف مكان منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. السقفي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. باب الحال. جاء زيد راكبا. جاء فعل ماضي مبني على محل المعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. راكبا حال لزيد حال منصوب وعلامة نصبه ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. باب التمييز. طاب محمد نفسا. طاب فعل الماضي مبني على فتح محل محل محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه فعل ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. نفسا مفعول فيه نفسا تمييز منصوب علامة نصب فتح ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. خرج الناس إلا عمرا. خرج فعل الماضي مبني على الفتح إلى محل من الإعراب الناس فاعل مرفوع ولا رفع عنه ظاهرة آخر لأنه الإسفرد. إلا حرف جر إلا أداة الاستثناء عمرا مستثنى بإلا منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة آخر لأنه الإسفرد.
ما قام إلا زيد. ما للنفي قام فعل الماضي من يعرف فتح الإعرابي القام فاعل مرفوع على وزن ضرب عين متضارب آخر لأن الصرد إلا أداة الاستثناء زيد فاعل مرفوع وعلامة ضرب عين فعل متضارب آخر لأن الصرد. باب لا للنفي الجنس وتعب الأمر إنها تنصب الاسم وترفع الخبر. رجل اسم لا مرفوع اسم لا منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة آخر لأن الصرد. رجل في حرف جر الدار مجرور بفيه وعلامة جر كسر ظاهرة بآخر أن نفس الجار والمجرور متعلق في محل رفع خبر له. باب منادى يا رجل. يا حرف النداء يا حرف النداء رجل مبتدأ مرفوع مبتدأ منادى زيد رجل منادى مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يا غلام زيد. يا حرف النداء غلام منادى منصوب علامة النصب فتحة مضارع وآخر أن الصرف. زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر ظاهرة وآخر أنه الاسم مفرد. باب المفعول لأجله قام زيد إجلالا لعمر. قام فعل الماضي من يعرف الإعراب القام فاعل مرفوع والرفع ظاهرة وآخر أن الصرف. إجلالا مفعول لأجر مرفوع منصوب على النصب فتحة وظاهرة بآخر أن الصرد. لعمر اللام حرف جر عمر مجرور باللام وعلامة جر كسر ظاهرة بآخر أن الصرد. باب المفعول معه جاء الأمير والجيش. جاء فعل الماضي من يعرف فتح المعراب الأمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة بآخر أن الصرد. الواو المعية الجيش مفعول معه منصوب علامة النصب فتحة وظاهرة بآخر أن الصرف. باب مخط الأسماء جاء غلام زيد. جاء فعل الماضي من يعرف فتح لا محل له من الإعراب زيد جاء زيد غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه وظاهرة بآخر أن الصرف. مضافا زيد مضاف إليه مجرور أجر كسرة وظاهرة بآخر أن الصرف مفرد. زيد كالبدر. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه وظاهرة بآخر أن الصرف. الكاف كاف خطاب الكاف حرف جر البدر مجرور بالكاف علامة جره كسرة ظاهرة بآخر أن الصرف. الجار مجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائن سكين ومحل رفع خبر مبتدأ. أما بحمد الله.
علامات الاسم والله. الواو حرف قسم وجر. الله لفظ الجلالة مجرور بواو القسم وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. زيد كالبدر. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الكاف كاف القطاع. الكاف حرف جر. البدر مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. علامات الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر في محل رفع خبر المبتدأ. علامات الفعل قد يقوم زيد. قد يقوم زيد. يقوم يكون فعلا مضارعا مرفوعا لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. فعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. قامت هند. قامت قام فعلا ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التاء تاء التأنيث الساكنة. هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. علامات الرفع يضرب زيد. يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة المفرد. جاءت الهندات. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم. علامات النصب رأيت الزيدين. رأيت فعل ماض مبني على الفتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة طوال 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الزيدان مفعول به منصوب وعلى فتح التاء ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الزيدان فاعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه التثنية. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لن أضرب. لن حرف نفي ونسب واستقبال تنسب الفعل المضارع. يضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. علامات الجر مررت بالزيدين. مررت فعلا مرر أصله مر فعلا ماضي مبورها كراهة حوالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارد متصل ومبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدين مفعول به منصوب وعلامة الباء حرف جر. زيدين مفعول مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه جمع المذكر السالم. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق به مررت بالهندات. مررت فعل الماضي مررت أصل مر فعل الماضي مبني على فتحة مقدرة معنى من متعلق به مررت بالهندات. مررت فعل الماضي مررت أصل مر فعل الماضي مبني على فتحة مقدرة معنى من ظهورها كراهة والأربع مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم. علامات الجزم لم يضرب زيد. لم حرف نفي وجزم. يضرب فعل المضارع مجزوما ب يضرب فعل المضارع مجزوما ب لم وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع الصحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. لم يرمي زيد. لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم الفعلين. يرمي فعل مضارع مرفوع مجزوم نيابة عن الكسر تل الآخر ولم يتصل بآخره شيء.
زيد فاعل مرفوع وعلامة زيد فاعل مرفوع وعلامة زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. النواسب لن يقوم زيد. أنا حرف نفي ونسب وقلب تجزم الفعلين تجزم الفعل المضارع يكون فعلا مضارعا مجزوما بلان وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. إذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. يعجبني أن تضرب. يعجب فعلا مضارعا يعجب فعلا الذي لم يتصل بآخر شيء. النون نون الوقاية. الياء ياء المتكلم بدون سكون في محل مفعول به مقدم. أن حرف نفي مصدري تنسب الفعل المضارع. تدري فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والجملة أن وما بعدها في تأويل المسجد تقديره يعجبني ضربك في محل رفع فاعل. لا تخف. لا للنهي. تقف فعل مضارع مجزوم بالنهي وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع الصحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. لم يضرب زيد. لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم الفعلين. يضرب فعل مضارع له الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب الفاعل. يقوم الزيدان. يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. زيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الياء نيابة عن الضم لأنه تثنيته. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يقوم الرجال. يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسيري. باب العوامل الذي لم يسمى فاعله. ضربت فعلا ماض للمجهول مبني للمجهول مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها قراءة والي 4 متحركات فيما وكالكلمة الواحد التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل. ضربت فعلا ماض للمجهول مبني على الفتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة والي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة التاء ضمير بارز متصل مبني على الكسر في محل رفع نائب الفاعل. باب المبتدأ والخبر. أنت قائم. أنت قائما. أنت بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. التاء ضمير بارز متصل. التاء ضمير بارز متصل حرف خطاب مبني على الفتح. التاء حرف خطاب مبني على الفتح لا محل من الإعراب. قائمون قبل المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. كان زيد قائما. كان فعلا ماض ناقصا يرفع الاسم وينصب الخبر. الله زيدا اسم كان منصوب ومرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. قائما خبر كان منصوبا وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. يكون زيد قائما. يكون من متصرفات كان فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر. زيدا اسم يكون منصوبا وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. قائما ما في خبر يكون منصوبا وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. إن وأخواتها. إن زيدا قائم. إن حرف نفي وتوكيد حرف نسب وتوكيد تنسب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسم إن منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. لعل زيدا هالك. لعجي تنسب الفعل المضارع تنسب الاسم وترفع الخبر. زيد
زيدا 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 لعل لعله زيدا اسم لعل منسوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة لأنه الاسم المفرد. حالك منسوب المفرد. ظننت وأخواتها وجدت العلم نافعا. وجدت فعلا مضارعا فعلا ماد مبني على الفتحة المقدرة المنع من ظهورها كراهة أوالي 4 متحركات فيما كالكلمة الواحدة. علما ما مفعول به أول منسوب مفعول أول منسوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. لأنه الاسم المفرد. نافعا مفعول ثاني منسوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب النعت. قام زيد العاقل. قام باب النعت. قام فعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. العاقل صفة لزيد وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. رأيت رجلا عاقلا. رأيت فعلا ماد مبني على الفتحة المقدرة المنع من ظهورها كراهة أوالي 4 متحركات رجلا مفعول به منسوب وعلامة نسبه فتحة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. عاقلا ما صفة لرجل وصفة المنسوب منسوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب العطف. جاء زيد فعمر. جاء فعل ماد مبني على الفتح لا محل من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الفاء حرف عطف. عمرو معطوف على زيد والمعطوف على مرفوع وعلامة لأنه الاسم المفرد. جاء زيد أم أمر. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب زيدا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. أم حرف عطف. زيدا عمرو معطوف على زيد والمعطوف على مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب التوكيد. جاء القوم أجمعوا. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب زيدا القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. أجمعوا. زيد أجمعين. أجمعين فعلا أجمعوا. في أجمعوا توكيد لزيد وتوكيد مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب البدل. أكلت الرغيف ثلثه. أكلت فعلا ماض مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة أوالي 4 متحركات فيما وكالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الرغيف مفعول به منسوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الثلوث منسوب ثلوث بدل من الرغيف والبدل من البعد من الكل والبدل من الكل وبدل من المرفوع من المنسوب منسوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد وهو مضاف. الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع في محل جر مضاف إليه. باب المفعول به. رأيتك. رأيت فعلا ماض مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة أوالي 4 متحركات فيما وكالكلمة الواحدة تعود من مرة متصلة ومبني على الضم في محل رفع فاعل. الكاف بدل مبني على الفتح في محل نسب مفعول به. ركبت الفرس. ركبت فعل ماضي مبني على فتح لا محل فعل ماضي مبني على فتح مقدرة منع من ظهورها كراهة أوالي 4 متحركات فيما وكالكلمة الواحدة تعود من مرة متصلة ومبني على الضم نسب فتح ظهرت في آخر لأنه اسم مفرد. باب المصدر. جلست قعودا. جلست فعل الماضي مبني على فتح المقدرة منع من ظهورها كراهة على 4 متحركات فيما وكالكلمة الواحدة تعود من ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قعودا مفعول مطلق منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب الظرف الزماني والظرف المكاني. صمت اليوم.
صمت فعل ماضي مبني على الفتحة مقدرة المنع من ظهورها كراهة والأربع المتحركات اليوم فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد أو ظرف زمان منصوب وعلامة رفعه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. أجيئك صباحا. أجيء فعلا مضارع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الكاف هو ضمير الفتح في محل النصب مفعول به. صباحا مفعول فيه منصوب وعلامة النصب فتحة الظرف في آخر لأنه اسم مفرد أو ظرف الزمان منصوب وعلامة النصب فتحة الظرف في آخر لأنه اسم مفرد. باب الحال. جاء زيد راكبا. جاء فعلا ماضي مبني على الفتح إلى محل من الإعراب. جاء زيدا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظرف في آخر لأنه الاسم مفرد. راكبا حالا منصوبا وعلامة نصبه فتحة الظرف في آخر لأنه الاسم مفرد. باب التمييز. طاب محمد نفسا. طاب فعل الماضي مبني على الفتح إلى محل من الإعراب. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظرف في آخر لأنه الاسم مفرد. محمدا تمييزا نفسا 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 ميزا منصوبا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. تسبب زيد عرقا. تسبب فعلا ماض مبني على الفتحة المقدرة المنع من ظهوره أو على الفتح لا محل من الإعراب. فتحة مقدرة المنع من ظهوره أو على الفتح لا محل من الإعراب. زيد آخر لأنه الاسم المفرد. أرقا تمييزا منصوبا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب الاستثناء. قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا. قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب إلا أداة الاستثناء. زيدا ما استثنى به إلا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. ما قام إلا زيد. ما قام القوم ما للنفي. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظرف في آخر لأنه الاسم المفرد إلا أداة علامة رفعه ضمة الظرف في آخر لأنه الاسم المفرد. باب لا رجل في الدار. لا للنفي الجنسي لا للنفي الجنسي تعمل عمل إن تنسب الاسم. إذا ما اسم لا من في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر لأنه اسم مفرد. الجار والمجرور متعلق محذوف تقديره وجوبا تقديره كائن أو مستقر في محل رفع خبر لا طالعا جبلا حاضر. لا للنفي الجنسي تعمل عمل إن تنسب الاسم وترفع الخبر. طالعا اسم إن اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو يعمل عمل إن. طالع جبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. حاضر ما اسم خبر لا منصوب مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب المنادى. يا طالعا جبلا. يا حرف النداء طالعا منادى منصوب للنداء للنداء منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره عمل إن. جبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. يا رجل. يا حرف النداء رجل منادى للنداء مبني على الضم في محل نصب. باب المفعول لأجله. قام زيد. إجلالا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. اللام حرف جر. اللام حرف جر أمر مجرور باللام وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق محذوف ركبته. تمام الحمد لله.
علامة الاسم. المال لزيد. المال لزيد. المال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. في حرف جر لي. المال لي حرف جر. زيد مجرور بلي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر في محل رفع خبر المبتدأ. الماء في الكوز. الماء في الكوز. الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. في حرف جر كوزي مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر في محل رفع خبر المبتدأ. علامة الفعل. قد للتقريب قام في الماضي مبني على فتحه لا محل له من إعراب. التاء تاء تأنيث ساكنة وحركت لالتقاء الساكنات طرده عن الناس. والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. علامة الرفع. جاءت الهندات. جاءت الهندات. جاء في الماضي مبني على فتحه لا محل له من إعراب. التاء تاء تأنيث ساكنة وحركت لالتقاء الساكنة. الهندات فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الجمع مؤنث سالم. جاء زيد والفتى والقاضي. جاء زيد والفتى والقاضي. جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل له مع إعراب. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأن الاسم مفرد. الواو والعطف جازم. الفتى معطوف على زيد معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الضم على الألف نيابة منع من ظهورها التعذر. الواو والعطف القاضي معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها على الياء منع من ظهورها الثقل. علامة النصب. لن يفعل. لن حرف نفي ونسب واستقبال تنصب في فعل المضارع. يفعل فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتح لأنه من الأفعال الخمسة. رأيت أباك وأخاك. رأيت في الماضي مبني على الفتح لا محل له مع إعراب. ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أبا فاعل مرفوع علامة رفع مفعول به منصوب وعلامة نصبه ألف نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة. الكاف كاف الخطاب مبني على فتح بمجر مضاف إليه. الواو والعطف أخو معطوف على أبا معطوف على منصوب وعلامة نصبه ألف نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. علامة الجر. مررت بزيد والفتى والقاضي. مررت في الماضي مبني على الفتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة التوالي 4 تركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بزيد والفتى والقاضي. الباء حرف جر. زيد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأن الاسم مفرد. الفتى معطوف على زيد والمعطوف على مرفوع وعلامة رفعه مجرور وعلامة جره ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الواو والعطف القاضي معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع مجرور وعلامة جره ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. مررت بزيدين. مررت في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. به حرف جر. زيدين مجرور بالباء وعلامة جره ياء نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر السالم. الجار والمجرور النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق بمررت. علامة الجزم. لم تضرب في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لم يضرب زيدا.
لم حرف نفي وجزم حرف نفي وقلب وجزم نافع وجزم وقلب. حرف نفي وجزم وقلب. يضرب في المضارع منصوب بلام وعلامة مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كما زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. النواسب. إذا أكرمك. إذن حرف جواب وجزاء ونسب. إذن أكرم في المضارع وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وهو مضاف. الكاف كاف الخطاب مبني على فتح بملجر مضاف إليه. الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. جئتك أقرأ. جئت في الماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب. التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل كي مصدرية. أقرأ في الماضي في الذي لم يتصل بآخر شيء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنا. جوازم. لما يذوق عذابي. لما حرف نفي وجزم وقلب. لما يذوق في المضارع مرفوع لتجارة في المضارع مجزوما في المضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء لأنه من الأفعال الخمسة. عذابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة فتحة مقدرة على الكسرة نيابة عن قبل ياء المتكلم. قبل ما ياء المتكلم محذوفة من ظهورها ثقل. ياء المتكلم منع من ذهول ثقل محل بحركة مناسبة هو مضافا. ياء المتكلم مبني على السكون في محل جار مضافا إليه. باب الفاعل. قام زيد قام في الماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. قامت هند. قامت في الماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب. التاء التانيث ساكنة. هند فاعل مرفوع علامة رفعه علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. ضرب زيد. ضرب في الماضي للمجهول وعلامة في الماضي للمجهول منصوب في الماضي للمجهول مبني على الفتح لا محل من إعراب. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. يكرم في المضارع للمجهول مرفوع لتجارته عن الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. باب المبتدأ وخبره. الزيدون قائمون. الزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه ونيابة عن الضم لأنه جمع مذكر السالم. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمون في المضارع مرفوع لتجارته عن الناس في المضارع مرفوع خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه ونيابة عن الضم لأنه جمع مذكر السالم. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أنت قائم. أنت مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. قائم خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. كان وأخواتها. ظل زيدا صائما. ظل ترفع الاسم في الماضي ناقص ترفع الاسم تنصب الخبر. ظل زيدا اسم ظل منصوب علامة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. صائما خبره ظل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد. كان زيدا قائما. كان في الماضي ناقص ترفع الاسم وترفع الخبر
زيد اسم كان منصوب مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. إن وأخواتها كأن زيدا أسد زيدا أسد. كأن 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 حرف نسب ومصدري والتشبيه والتشبيه تنسب الاسم وترفع الخبر. زيد زيدا زيدا اسم كأن منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. أسد خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. ظننت وأخواتها رأيت الصدقة منجيا. رأيت في الماضي مبني على الفتحة المقدرة من ظهورها كراهة على أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. السرقة مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. منجيا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. باب النعت قام زيد العاقل. قام في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. عاقل صفة لزيد وصفة للمرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. جاء رجل عاقل. جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب رجل فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. عاقل صفة لرجل وصفة للمرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. باب العطف جاء زيد ثم عمرو. جاء زيد ثم عمرو. جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. ثم حرف عطف أمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب التوكيد جاء زيد نفسه. جاء زيد نفسه. جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. نفسه توكيد لزيد وتوكيد للمرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. وهو مضاف. الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. مررت بزيد نفسه. مررت بزيد نفسه. مررت في الماضي مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها كراهة على أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ب حرف جار زيد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. الجار والمجرور متعلق محذوف وجوبا الجار والمجرور متعلق ب مررت نفسه توكيد لزيد وتوكيد للمجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد هو مضاف. الحاء ضمير بارز متصل مبني على الكسر من الجار مضاف إليه. باب البدل قام زيد أخوك. قام زيد أخوك. قام في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. أخو بدل من زيد وبدل من الكل بدل من المرفوع كل من الكل وبدل من المرفوع مرفوع علامة رفعه وهو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة. الكاف مضاف. الكاف كاف لتم مبني على الفتح بالمجار مضاف إليه. أكلت الرغيف ثلثه. أكلت الرغيف ثلثه. أكلت في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الرغيف مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. ثلث بدل من الرغيف وبدل من كل من الكل بدل من المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في الجر مضاف إليه. باب مفعول به ضربني. ضرب في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب نون القية أو المتكلم مبني على السكون في الجر في الناس مفعول به. ضرب في الماضي مبني على الفتح لا محل مع إعراب الكاف كاف الهتام مبني على الفتح من الناس مفعول به. باب المصدر قتلته قتلا. قتلته في الماضي مبني على الفتح فعل مبني على فتحة مقدرة. قتلته في الماضي مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة على أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. قتلا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب ظرف الزمان وظرف المكان
أجيئك غدا. أجيء أجيء في المضارع مرفوع لتجاره عن الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ونفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الكاف كاف لتم بين الفتح في مليس مفعول به. أجيئك غدا. غدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. لا أكلم زيدا أبدا. لا أكلم لا أكلم زيدا أبدا. لا للنفي أكلم في المضارع لا أكلم في المضارع مرفوع للجر الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. زيد مفعول وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. غدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب الحال. جاء زيدا راكبا. جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. راكبا حال لزيد حال منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم المفرد. لقيت عبد الله راكبا. لقيت أصله لقيت في الماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب على الفتحة مقدرة على من ظهورها كراهة والي 4 متحركات في موقع الكلمة الواحدة. التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عبد الله مفعول. عبدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. وهو مضاف. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. راكبا ظرف حال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب التمييز. زيد أكرم منك أبا. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. أكرم في الماضي مبني على الفتح في المضارع مرفوع لتجاري الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. من حرف جر. الكاف كاف لتم مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه في محل جر. أبا تمييز منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب الاستثناء. ما قام غير زيد. ما قام غير زيد ما للنفي قام في الماضي مبني على الفتح لا محل من إعرابه. زيد فاعل غيره أداة منصوب على فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم مفرد. زيد فاعل مرفوع وهو مضاف. زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأن الاسم مفرد. باب لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار رجل ولا امرأة. لا للتوكيد. لا النهي. لا للنفي الجنسي. لا للنفي الجنسي تعمل عمل إنها تنسب الاسم وترفع الخبر. في حرف جار. الدار مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. رجل الجار والمجرور متعلق ب زيد بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مسكر في محل رفع خبر مبتدأ أول مؤخر مقدم. رجل مبتدأ مؤخر. رجل مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. الواو والعطف لا للنفي. امرأة معطوف على الرجل والمعطوف على مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. باب المفعول لأجله. قام زيد إجلالا لأمر. قام زيد إجلالا لأمر. قام في الماضي مبني على إعرابي. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأنه الاسم المفرد. إجلالا
مفعول معه مفعول لأجل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم مفرد لحرف جر لأمر مجرور بلي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأن الاسم مفرد الجار والمجرور متعلق ب قمة. باب المفعول معه استوى الماء والخشبة. استوى في الماضي مبني على الفتح لا محل من إعرابه ماء فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لأن الاسم مفرد الخشبة مفعول من أجل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لأن الاسم مفرد. باب المخفوضات الأسماء والله. والله الواو حرف قسم وجر من الله لفظ الجلالة مجرور من رواية قسم مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأنه الاسم مفرد. بالله. بالله به حرف جر قسم الله لفظ الجلالة مجرور بالباء قسم وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لأنه الاسم مفرد. تم بحمد الله. الاسم. جاء الرجل. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد الكاف حرف جر البدر مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد الجر والمجرور متعلق محذوف وجوبا تقديره كائن أو مسكن في محل رفع خبر مبتدأ. علامات الفعل. قد قام زيد.
قد قام زيد قد للتحقيق قام فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد قد يقوم زيد. قد للتقليل يقوم فعل مضارع مرفوع يتجر للناس والجد وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد علامات الرفع جاء الرجال والأسارة. جاء فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير الواو واو العطف الأسارة معطوف على الرجال والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر يضرب زيد. يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد علامات النصب لن أضربه. أن حرف نفي ونسب واستقبال تنصب الفعل المضارع أضرب فعل مضارع مرفوع منصوب بلن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا لن يفعل. نفي ونسب واستقبال تنصب الفعل المضارع يفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه حذف النون نيابة عن الفتح لأنه من الأفعال الخمسة وفاعله ضمير الألف ألف الاثنين وبني على السكون في محل رفع فاعل علامات الجر مررت فعل مبني على فتحة مقدرة من ظهور كراهة على المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة توتر من بعد متصل وبني على ضمير في محل رفع فاعل هنداتي الباء بحرف جار الهندات مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم مررت بالزيدين. مررت بالزيدين مررت فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب توتر ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الباء بحرف جر الزم الكسر لأنه التثنية النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد علامات الجزم لم يدع زيد. لم حرف نفي وجزم وقلم تجزم الفعل المضارع يدعو فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزم وهي الواو نيابة عن السكون لأنه الفعل المضارع المعتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو لم تضرب. لم تضرب لم حرف نفي وجزم وقلب علامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة الألف ألف الاثنين وبني على السكون في محل رفع فاعل النواصب لن يقوم زيد. لن حرف نفي ونصب واستقبال يقوم فعل مضارع نصب فتحة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد الجوازم لم يضرب زيد. لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم الفعل المضارع يضرب فعل مضارع مجزوم بالواو وعلامة جزمه السكون لأنه الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد باب الفاعل يقوم زيد. يقوم فعل مضارع مرفوع تجرر الناس والجزم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد قامت هند. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب التاء ضمير تاء التأنيث الساكنة هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد باب مفعول الذي لم يسمى فاعله مضارع أكرم فعل ماض للمجهول فعل ماض للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أمر نائب الفاعل منصوب وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد ضربنا. ضربنا فعل ماض للمجهول مبني
على السكون لا محل له من الإعراب. النون ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. باب المبتدأ والخبر. الزيدان قائمان. الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه التثنية. قائمان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه التثنية. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أنت قائم. أنت ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. التاء حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قائم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. كان وأخواتها. أمسى زيد غنيا. أمسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. أمسى زيد اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. أمسى زيد غنيا خبر أمسى بات زيد ساهرا. بات فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسم بات مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. ساهرا خبر بات منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. ظننت أخواتها. زعمت بكرا صديقا. زعمت فعل ماض مبني على فتحة فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. التاء ضمير بارز متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. بكرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. صديقا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. رأيت الصدق منجيا. رأيت فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. التاء ضمير بارز متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. الصدق مفعول به اسم مفرد. منجيا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. نصبة ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. باب النعت. قام زيد عاقل. قام فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. العاقل صفة لزيد وصفة للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. رأيت زيدا عاقلا. رأيت زيدا الآكل. رأيت فعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيد فاعل الزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. العاقلة صفة لزيد وصفة للمنصوب منصوب وعلامة نصبه ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. باب العطف. جاء زيد وعمر. جاء زيد وعمر. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أمر فاعل مرفوع وعلامة رفعه مفرد. الواو واو العطف. أمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة في آخره لأنه الاسم مفرد. جاء زيد ثم عمر. جاء زيد ثم أمر. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد ثم عمر. جاء زيد ثم أمر. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة في آخره لأنه فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة في آخره لأنه ليس مفرد. أخوك بدل من زيد والبدل نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف